وصفتنا اليوم تشيز كيك. شايفين شكله؟ يا سلام، مرة يشهي. شوف الطريقة. أول شي بسوي أصلح الصوص. أنا عندي الفراولة بكت كامل قطعتها، بعدها ضفت التوت الأسود، نضيف معاهم شوية زنجبيل بيعطينا نكهة مرة حلوة. وعلى نار متوسطة نهرسهم كويس مع بعض لين يصيروا بهذا الشكل. نخلي الصوص يطبخ. شايفين كده عندنا الصوص صار جاهز. بعدها باخذ بالخلاط واخلطه، اختياري. شايفين لين يصير بهذا الشكل. هنا عندنا محضر الطعام. هنا عندنا باكيت بسكوت، استخدموا أي نوع تحبوا. نضيف معاهم 150 جرام زبدة تكون بحرارة الغرفة. نطحن البسكوت مرة كويس لين يتجانس كويس مع الزبدة. شايفين بهذه الطريقة نضغط على البسكوت، إذا تماسك بهذا الشكل بتكون الزبدة كويسة مع البسكوت. هنا نجيب ورق الزبدة نضيفها في الصينية بهذه الطريقة، وننزل البسكوت اللي طحناه. يمدينا نوزع البسكوت من تحت ويمدينا من تحت ومن الجوانب بهذا الشكل. شايفين؟ بنرفع البسكوت بهذه الطريقة، بعدها نرجع نضغط عليه مرة كويس عشان ما يتكسر عندنا بعدين. شايفين؟ ومن تحت كمان نضغط على البسكوت كويس، وناخذ على الفريزر لين نسوي الخليط. أخذ شوية من بشر الليمون، شوية بس ما تكثروا، وقطعة صغيرة من الليمون، ويمديكم تزودوا عادي. شايفين هذه القطعة مع القشر. بعدها نفرم القشر بهذه الطريقة عشان يصير ناعم. هنا عندنا جبن كريمي، أي جبن كريمي عندكم. هنا عندي 500 جرام، هستخدمها كلها أو حسب القالب اللي عندكم. بننزلها بهذه الطريقة. بعدها نضيف عليها ملعقة صغيرة فانيلا. بعدها نضيف بشر الليمون وعصرة ليمون. يا سلام. هنا عندنا نص علبة حليب مكثف محلى، نخفقهم كويس مع بعض لين يتجانسوا. شايفين بهذا الشكل؟ الخليط الأول صار جاهز وهذا شكله. بناخذه على الثلاجة. بعدها نصلح الخليط الثاني. هنا عندنا 300 ملي كريمة خفق، حنضيف عليها ملعقتين كبيرة سكر بودرة. أنا هنا نقصت السكر ويمديكم تزودوا. بنحرك السكر مع الكريمة بهذه الطريقة قبل ما نشغل عشان ما السكر يتناثر. بعدها نشغل. شايفين كده الكريمة عندنا جهزت. بعدها ناخذ الجبن مع الكريمة ونخلطهم كويس مع بعض لين يمتزجوا. هنا نقدر نذوق الخليط، إذا ناقصه شي بنزود. هنا عند الجيلاتين شايفين شكله. بناخذ باكت صغير، هذوبه مع شوية موية تكون دافية، تقريبا ربع كوب مو أكثر. نحرك على السريع عشان ما يتكتل معانا. بنخليه شوية يبرد، بعدين نضيفه على الخليط. نرتب الطاولة عبال ما الجيلاتين يبرد. شايفين كده بعد ما جهز بنصب على الخليط ونحرك لين نحس انه كله امتزج مع الخليط. شايفين بهذه الطريقة. بعدها نطلع البسكوت اللي حطيناه بالفريزر ونصب نص كمية الخليط، عشان انا حضيف شوية صوص من اللي سويناه في الوسط. باخذ تقريبا ملعقة ملعقتين اللي تحبوا. بنوزعه بهذه الطريقة. بعدها نصب الكمية الباقية. نوزع الخليط بهذا الشكل. بهذه الطريقة ندق الصينية عشان ما يصير عندنا أي فراغات. بعدها نوزع الخليط. شايفين بهذه الطريقة؟ يا سلام. ونغطي وعلى الثلاجة ليلة كاملة. عن نفسي أنا بخليه ليلة كاملة أفضل. كذا التشيز كيك يا سلام، أخذ معانا ليلة كاملة. بنفك الصينية. شايفين شكله؟ يا سلام. شايفين ما شاء الله متماسك. بعدها نجهز الطاولة حقتنا. بعدها بناخذ قطعة. شايفين بهذه الطريقة نقطع برأس السكين. نبدأ بعدين نضغط عشان البسكوت ينقطع معانا بشكل كويس، والجهة الثانية كمان بنفس الطريقة، بس أمسح السكين بتكون أفضل. شايفين؟ بعدها بناخذ القطعة. هنا عندنا القطعة جاهزة. يا سلام. بناخذها في صحن
نزين القطعة بالتوت الأسود والأحمر، نعناع، يا سلام. وهذا الصوص شايفين اللي سويناه، حطيته في الثلاجة. طبعا التشيز كيك والصوص كلهم ماخذين ليلة كاملة في الثلاجة، بعدين اشتغلت فيهم. بنصب الصوص بهذه الطريقة، يا سلام. نزين الطبق قطعة توت أسود، وهذه وصفتنا جاهزة. شايفين يا سلام. بناخذ قطعة وبالعافية، جربوها مرة لذيذة.